شلون يومك العادي؟ يومي العادي تقضيه شلون؟ اقوم الصبح الساعة 6:30 7 اتسبح ابدل. هالفترة يمكن احنا لوكيشن برا، تصوير برا، البرنامج برا، فاطلع من البيت اروح موقع التصوير. طبعا اول شيء اسوي اشرب بلاك كوفي، اي شيء ضروري عشان اصحصح. تبتدي الحلقة. عقب الحلقة النوم عندي شيء ضروري، لازم اروح البيت ارقد ساعتين ساعة ونص، وبس عقب ما اقوم من الارقاد هذا على اللابتوب شغل، ايميلات، تجهيز حلقة اليوم الثاني. ساعات اذا عندي وقت اروح المكتب واقعد اخلص شغلي في المكتب، بس لي في الليل وارجع البيت يعني. زين الحين هلا بحرين برا مو في الاستوديو، ايش رايك بهذا الشيء؟ وايد حلو يعني. انا اشكر الصراحه رئيس هيئه شؤون الاعلام معالي الشيخ فواز على هذه الاقتراح ان احنا نطلع شوي برا. تعرف يوسف الفتره اللي راحت في البحرين يعني ناس كانت عايشه حاله خوف، الناس كلها في البيت، فحب ان نطلع برا نبين للناس ان الامور عاديه، الديره بخير. انا عندي خبر ان احنا ما راح نرجع الاستوديو ابدا، وخبر اكيد جدا جدا. تبي اقول لك خبر ثاني؟ انه راح يجينا اتصال يقول لنا تعالوا انتوا شيلوا الاستوديو، روحكم وكسروا الاستوديو عشان هم خلاص الديكور بيتشال. ايش رايك في الخبر؟ يعني هو المشرف العام لكن ما يعرف هالخبر، ايش رايك؟ على عظيم تفاصيل كذي تجنني. انه خلاص هلا بحرين راح يستمر على طول برا، ما راح نرجع الاستوديو، وهذا شيء اكيد، خبر اكيد انا اقول لك. هاي تستاهل حلاوه عليك. يعني بتدخل داخل تبدل احنا ننتظرك. اكيد ما بدشن وياه. شنو سالفة المخالفات في الامارات؟ لا ترى مو مخالفات سرعه، يعني في مخالفات سرعه بس اكثر شيء مخالفات باركينج. يعني انا لما كنت اشتغل في MBC باركينج MBC دائما فل، فكنت اضطر اوقف على صوب في الشارع، وكل يوم مخالفه وكل يوم مخالفه، ومضطر يعني ما في بارك ثاني، فتجمعوا المخالفات يعني وصلت لمبلغ يعني وقدره. الحين شو نسمعك؟ بتغني لي؟ ايش رايك في راشد الماجد؟ جبار حبه؟ الله حق يا راشد، انا كل شيء احبه حق راشد، كل اغاني حق راشد احبها، يعني فناني المفضل راشد. خلاص جبار حبك وراشد الماجد. فريق هلا بحرين مجهز لك اسئله. مستعد؟ مستعد. بسم الله. جمله تختصر فيها مشوارك في كل قناه منهم. ابتدي بتلفزيون البحرين، بما انا اول شيء دخلت تلفزيون البحرين، هو الاساس وهو النظره اللي انا افكر فيها دائما تلفزيون البحرين. من بعد تلفزيون البحرين وناسه MBC اطلقتني خليجيا عربيا. الناس في الخليج والوطن العربي عرفوا بدر محمد من وناسه وحفل الافتتاح الكبير. روتانا يمكن صقل موهبة بدر كانت كلها في روتانا. روتانا كانت المطبخ اللي أنا تعلمت فيه
اعداد البرامج، اشراف على البرامج، المونتاج، تصوير شوي، كل شيء تعلمته في روتانا. نبي نعرف قصة هلا بحرين بالضبط. انتقلت لي شركة كاريزما، وفي خلال اسبوعين ثلاثة يعني اتصال من مديرهم قال لي في عندنا بروجكت في البحرين، برنامج صباحي جديد، ونبيك انت تروح البحرين مع عدد من موظفين الشركة وتأسسون هذه البرنامج وتطلعون فيه على الهواء. طبعا هذا يمكن احلى خبر سمعته في حياتي. شلون هالثنائي بدر ونور على الهواء؟ يعني شوف انا الحمد لله في كل برامجي حتى برا على البحرين ان البنت اللي تكون وياي افهم لها وتفهم لي. يعني نور الصراحة لو ايش بقول عنها كلامي ما بيكفي ويوفي. يعني نور ما شاء الله عليها من اول ما تشوفها الصاد فيها ميزه وايد حلوه. يمكن دائما اقول لك انا بدي اقول هالميزه ان نور من تشوفها الصب حتى اذا كنت انت متضايق كنت زعلان بس تشوف كاركتر نور وشلون تضحك اوتوماتيكلي تضحك. زين في مواقف يعني موقف الذكرى انه مثلا صار فعلا مثلا شلون تتمسك مثلا من الضحك؟ تمسك روحك قاعد صار شيء ساعات بالهواء. فعلا تصير مواقف وقت الهوا تبي تضحك ما تقدر فتضطر انك تيود روحك بس ما في حل ثاني. يعني انا من النوع اللي الحمد لله في هالاشياء اقدر ايود روحي. يعني في النهايه احس ان انا قاعد عندي مسؤوليه شيء قاعد اقدمه على الهوا لازم احترمه فلا ايود روحي كثر ما اقدر. يلا هناك. طيب بعد راح كلينا كذي. ايش رايك في الاكل؟ ما شاء الله الاكل عجيب وهاي لازم صار وين نروح يعني. وين نروح؟ المطعم صراحه اكل هاوس بوت. هاوس بوت. اشكركم على الاختيار صراحه.